أشرف وزير الداخلية إبراهيم الراد خلال زيارة قادته إلى ولاية تيميمون على تدشين عدة مشاريع وإعطاء إشارة انطلاق مشاريع أخرى على غرار مستشفى 60 سرير ومحطة تصفية المياه. المراسلة كانت لرضوان نجمي. سادة أعضاء البرلمان بغرفته، الجمع الكريم مع حفظ الألقاب والرتب، من طبيعي أن نقوم بزيارات على مستوى هذه المنشآت حتى مع السلطات المحلية نرى ماهية هذه المشاكل، ونحاول مع قطاع وآخر أن نجد الحلول، لأن كل هذه المشاريع المواطن في انتظارها. مثلا قمنا بزيارة على مستوى محطة تصفية المياه القذرة، الحمد لله شرع في توظيفها في استغلالها، إنما تبقى بعض من الأشياء اللي لازم تتمتها، نعتبر بلي راهي في مرحلة التجارب والمشاكل تم إحصاؤها وإن شاء الله ستتحسن. الحمد لله لأن في ولاية تيميمون ما عندهمش مشكل تاع الماء، عندهم تغطية الصباح شفناها 440 لتر في جو برابيتا كل ساكن. هذه شيء ما تصورش، انما عندهم مشاكل اخرى. نختتم ان شاء الله جلستنا زيارتنا هذه باجتماع مع المجتمع المدني، وسنستمع اليه، ومما لا شك فيه انهم سيطرحون مثل هذه المشاكل، ان شاء الله نلقاو كيف نجاوبوهم.